حضراتكم عسلامة ومرحبا بكم. اليوم مع بعضنا باش نحضروا السابلي بريستيج. ان شاء الله باش نوريكم الطريقة متاعو والمكونات بالضبط كيفاش. قبل ما ننتقلوا للمقادير وطريقة التحضير ما تنسوش تدعمونا باشتراكاتكم في القناة، بالضغط على المستطيل الاحمر وبالضغط على الجرس باش تتواصلوا بالجديد اول باول. بالنسبة للمقادير لهنا خديت كيلو فرينة، لكن احتمال ما نستعملهاش الكل. حبيت نوريكم الفرينة اللي نستعمل بها خاطر برشا سألوني عليها. هذه احسن فرينة تنجم تستعملها خاصة في الحلويات والكيكات تجيكم ناجحة، واللي ياخذوا في المقادير بالضبط في الفرينة والكل هذه تكون اهون شوية من الاخرين. عندي كيلو فرينة، 200 جرام سكر محور سكر جلاسي، وعندي 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة. اي نوع متاع زبدة، مش بالضرورة تستعمل زبدة معينة. 150 مليلتر زيت عادي. لهنا باش ناخد ساشي من خميرة المرطبات ب10 جرامات، كعبتين عظام، ولهنا مغرفة من الفانيليا السائلة. اذا كان ما عندكش نجم تستعمل سكر فاني. تويكا باش ننتقلوا لطريقة التحضير. اما قبل اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تبارطاجوه على صفحاتكم في مواقع التواصل الاجتماعي. بالنسبة للطريقة سهلة على الاخر. لهنا اول حاجه خذيت الزبده، يلزمها تكون زبده بحراره الغرفه، ما يلزمهاش تكون بارده على الاخر، في نفس الوقت ما يلزمهاش تكون ماء. حطيت عليها سكر جلاسي الكميه الكل باش نحركها بيدي، نبقى نحرك فيها لين نحسهم تجانسوا بالكدا مع بعضهم. ما قعدش ما نحسش يعني اللي السكر قعد في ايدي وقت اللي نخلط المكونات. شوف ما فماش عجنين في الحكايه، كل شيء يلزم تخليط بلا غير عجنين. كي ساي لهنا نلاحظ انهم الزوز جانسوا مع بعضهم بالكدا نبدا نزيد. عندي لهنا الزيت والعظام والفانيليا، نزيد المكونات الكل ونفس الحكايه نكمل نعجن، مش نعجن، نحرك بيدي هكا لين يتحلوا المكونات. ما عادش يعني ما يقعدوليش القش لين يتحلوا بالكدا. وصدقوني لهنا راهي الفانيليا تفرق برشا في الطعم متاع السابلي، تفرق بشكل غير عادي. تويكا نحلها كما قلت لكم، ما تبقاليش تروفها لين نتحصل على هذاك الخليط الابيض. باش نبدا نصفي في الفرينه ديريكت ونلم بيدي، نصفي ونلم ونحط معاها الباكو نتاع خميره المرطبات. نبدا نلم بالطريقه هذيك، نردو بالنا رانا ما نعجنوش، نلم بطرف صوابعي هاو الفيديو ديجا يشرح روحه. بطرف صوابعي هكاك وكهو. نبدا نزيد في الفرينه بشوي باش ما تغدرنيش وباش ما تجيكش اما زايده ياسر والا ناقصه ياسر. شوفوا لهنا نلم اكهو، نلم في العجينه، نلم في الفرينه باش ما تقعدليش شايحه، باش نشوف التكستور نتاعو. وانا لهنا جاتني باكو فرينه بالضبط، يعني كيلو فرينه بالضبط، خاطر استعملت الزرقاء كما قلت لكم راهي هذيك خير من الاخرين. توش باش نعمل لها، باش ناخذ بابي سيلوفان ما عجنتش، لميتها اكهو. شوفوا حطيتها في وسط الواحد باش نلمها بيدي شوي، ونلفها بالبابي سيلوفان ونحطها في وسط الفريجيدير. ماذا بينا تبات ليله كامله. شوفوا القوام نتاعها الساعه كيفاش يكون. ماذا بينا تبات ليله كامله في الثلاجه ملوطه. اذا كان يعني ما نجمتيش تبيتها ليله كامله، على الاقل لازمها تقعد ساعتين من زمان من قبل ما نخدمو به. بعد كي نبدا نخدمو رانا نجبدو بالكميه ونرجعوها للفريجيدير، ما نخلوهاش لبرا خاطر تسخن ديريكت العجينه ومن بعد تولي يعني تتحل وتتفتفت. نلفها بالبابي سيلوفان بالباهي ومن بعديك ننتقلوا لطريقه الخدمه نتاعها. اما نردوا بالنا يلزم الخدمه تكون على بين زوز ساشيات. لان هذه العجينه بعد ما ارتاحت بالكدا كما قلت لكم من المستحسن انكم تبيتوها في الثلاجه. اذا كان ما بيتيهاش حطها على الاقل ساعتين، واذا كان الطقس عندك سخون حطها في الثلج قدر ربيع ساعه نصيف ساعه، ومن بعد ابدا اخدم بها باش ما تتفتت الكومش، وتبدا ما تجبدهاش الكل، يعني تجبد منها شوي وترجعها للفريجيدير وهكاك، خاطر كما نعرفوا الزبده في وسطها دونك في ساعه ما تسخن وتسيح. طريقه القدان نتاعها خديت لهنا بابي سيلوفان
تخدم عليه، والا تخدم على اوراق الزبده، على خاطر من المستحسن باش ما تزيدهاش لا فرينه لا حتى شيء، باش تجيك يعني ناجحه 100%. تخدم على زوز ساشيات بابي سيلوفان لهنا باش نلم العجينه نتاعي، ما نعجنش، نلم هكا هاو، نحاول نلمها بيدي ونحطها بين زوز ساشيات هكا ونضربها بالقلقال. الصابلي من الاحسن انك تعملوا جويد، ما تعملوش غليظ. تويكا باش ناخذ لهنا عندي القوالب هذوما زوز، انت تاخذ اي قالب عندك تحب تخدم بيه. ديما ناخذ الفرينه كي نبدا باش نخدمها بالقوالب. اذا كان باش تخدمها السابلي العادي ديجا هبطت لكم عليه سابلي بطريقه اخرى، بلا غير خميره، بلا غير يعني بطريقه مختلفه على الطريقه هذه. ماذا بكم تعملوها ارق شوي من هكا باش تعمل زوز فوق بعضهم. لكن اذا كنت باش تخدمها كيف ما باش نخدمها انا اليوم، تعملوا عادي، يعني ماهيش رقيقه بالكل وماهيش غليظه. باش ناخذ لهنا ديما نحاول هذه باش نخدم بها مره وبعدها نبدا نغطس فيها في الفرينه ومن بعد نهز، نحاول نتبعها بشوي بشوي. لهنا عندي الطبق نتاعي حطيت فيه الورقه، تحط اي ورقه عندك، المهم باش ما تحطوش ديريكت على الطبق باش ما يلصقش. نفس الحكايه نغطس في وسط الفرينه ونبدا نجبد، نسيسهم بالطبيعه بشوي بشوي. هكا بعد اذا كان جبت فيها فرينه من فوق ولا حاجه يلزمكم تنظفوها. نكمل توا الخليط نتاعي بنفس الطريقه هذه ونوريكم بعد كيفاش. توا حاسيلو خدمت على البلان دو ترافاي ديريكت، اما يلزم فوق منها الساشي ولا ورقه زبده باش تنجم تتحللكم وتهزها كما العاده، كما وريت لكم تغطس القالب نتاعك في وسط الفرينه وتخدم بيه. بعد لهنا كي كملتهم ما خدمتهمش الكل كيف ما هكا، خاطر من فوق باش نعمل عليهم العجينه، دونك خدمتهم هكا بطبيعتهم ماهمش باش يبانوا. نحي منهم الفرينه من فوق هكا، نحاول نحيها بشوي. الفور سخنته من قبل على 170 درجه، نحطه ملوطه هكا هاو، ما نخليشه من فوق يا حمار، يلزمو يكون ابيض، يعني يكون ندوب ما هكا اصفر شويه، نخليه لين يطيب. وقت اللي نلاحظ انه بدا هكا يحمار هكا شويه على الجناب من هنا، واصلا هو كي يبدا كي يطيب سايي يبان، نخليه نطيبه ونوري لكم كيفاش كان في الاخر. توا بعد ما احضر لهنا السابلي نتاعنا، صدقوني راهو هشوش على الاخر على الاخر، يعني كي تبدو باش تخدموا بيه وباش تزينوه ماذا بيكم هكا تسيسوه على الاخر، خاطر دوب ما تقوى عليه شويه يتفتفت. يعني المقادير اللي عطيتها لكم نتاع سابلي ناجح 100%. شوفوا لا متشقق من فوق لا حتى شيء، تبعوها الطريقه بالضبط بالضبط، باذن الله يجيكم سابلي ناجح 1000%. لهنا خديت عجينه السكر اللي سبق وحضرناها مع بعضنا، عملت لكم عليها فيديو كامل، حضرتها باش ما نطولش عليكم الفيديو هذايا. تو تلقوا الرابط نتاعها تو يخرج لكم في الفيديو من فوق. خديت لهنا عملت 3 الوان، لهنا خدمت ب3 الوان، هذا على اساس باش يجيني فاتح يا اخي، زودت شويه اللون جاني غامق مش مشكل، باش ناخذ ب3 الوان هذوما. صدقوني راهي بات ناجحه 1000%. نجموا تخدموها بعجينه الشوكولاته، لكن انا الشوكولاته ماهيش متوفره عندي فخدمت بعجينه السكر. خدمت هذوما اللي عملت بهم الكولورون،
ديجا قبل وريتهمكم في فيديوهات سابقه، بديت نخدم فيهم لهنا. شوفوا الكعبات كيفاش جو، شوفوا الكعبات، صدقوني عجينه ناجحه 1000%. شوفوا لهنا نخدم على انشاء، بعديك ننفضوا ما يجرالو حتى شيء. تحب تلصقها بالمعجون، اي نوع معجون عندك، والا كيف ما انا لهنا خدمت عندي الشحور، شحور عاقد شويه تلصقت به، ما يلزموش يكون شحور جاري، يلزم يكون عاقد. شوفوا لهنا هذا الشحور اللي خدمته يلزم يكون عاقد، ما يكونش جاري. هكا تحلو شويه بالسخانه ومن بعد تبدا تخدم به. تويكا باش نخدموا مع بعضنا كعبات. باش ناخذ كيما فسرت لكم في الفيديو السابق، عجينه السكر ما يلزمهاش تكون في بلاصه سخونه، وكي تبدا تخدم بها تنحي منها وتحطها في الفريجيدير باش ما تبرد لكمش على الاخر، وهكاكا يصعب انك تتعامل معاه. لازمك كي تحلها ما تحلهاش على السكر، على خاطر طول اذا كان انت حليتها على السكر سي هي تبدا تتشرب السكر هذاك وفي ساعه ما تسخن. ناخذ ندير انشاء باش ما تلصقليش، باش نحل هنا. باش نخدموا مع بعضنا لهنا كعبات. وقت اللي نبدا باش نحط الشحور ماذا بينا نسيسو على الاخر على الاخر. راهو الشحور يعني البات اللي عطيتها لكم تاع السابلي راهي هشوشه ما نحكي لكمش، دونك تبدو تسيسو عليها بالكدا. نحط عليها بالسياسه، مش بالضروره نعبيها على طريف منها ومنها، خاطر هي اذا كان خدمتي شحور عاقد باش يشدلك فيسا حتى كان تعمل كان من الوسط. المهم نبدا نسيس. عجينه السابلي اللي عطيتها لكم هشوشه على الاخر، ما حليتش عليها الفور من فوق، حليت عليها كان من لوطه هكا. يسخن الفور نتاعك ما تشدش منك 7-8 دقائق. اذا كان يسخن بالكدا وهو شاعل من لوطه هكا، اذا كان شعلتيه من فوق باش يحمر، وانا لهنا ما نحبش السابلي نتاعي يكون احمر. نطبع المره الاولى، ديما نحاول نعاون بالسكينه نحطو على السابلي، نضغطها دوب شوي هكا. تويكا باش ناخذ الطابع ونطبعو بالسياسه. هاوي طبعت عندي الكعبه ولصقت وامورها واضح. شوفوا كعبه السابلي نتاعي بيضه هشوشه على الاخر. نخدموا مع بعضنا الكعبه الاخرى. ناخذ كيما قلت لكم العجينه، وقت اللي انا نحبها تكون لي في الوسط بركه ناخذ الطابع نطبع ونعملها هكا باش هي تتلم العجينه شوي تجيني اصغر من القالب هذايا. ناخذ الطابع اللي انا طبعته نحطه على كعبه السابلي. شوفوا لهنا كيما قلت لكم، اذا كان حبيتها اصغر من كعبه السابلي تخدمها بالطريقه هذيك، ما تطلبش انك تاخذ قالب اصغر. هاوين جت اصغر. تو باش ناخذ القالب نتاعنا جست نضغط شويه من فوق، جتني الكعبه كيما تشوفوا فيها. اذا كان نحب نخدم زوز
الوان مع بعضهم. نكمل هذه ونوري لكم كيفاش. هنا كما قلت لكم باش نخدموا كي يبدا زوز هكا الوان مع بعضهم كيفاش يكونوا. شوفوا الالوان كيفاش وشوفوا الزينه كيفاش تكون. نرش اول حاجه ديما نشا، نحط كعبتين هذوما يلزم هكا تكون كعبه، نطرحها شوي ونطرح فوق منها شوي الكعبه الاخرى ونحلهم بالقلقال الزوز فوق بعضهم هكا. نحلهم الزوز القالب متاعي، نشكل هكا، نحطو ديريكت فوق الكعبة السابلي. هذوما كعبات السابلي متاعي حضروا، ان شاء الله يكونوا عجبوكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. صدقوني حاجه طيرة على الاخر، بنينه على الاخر، هشوشه على الاخر، اقتصاديه على الاخر. جربوا واعطوني رايكم، عملوا لي الكعبات هذوما الكل على اعتبار الكعبات الاخرين اللي نحيتهم، برشا كعبات ديجا نحيتهم الكل. فكرة حلوة على الاخر على الاخر، وخاصة اقتصادية بالنسبة للناس اللي تكثر عليهم يعني المصاريف وكل شيء. شوفوا لهنا، شوفوا الكعبات كيفاش خدمتهم. لهنا ما نحيتش النشا على خاطر مازلت باش نخدمهم بطريقة اخرى الكل مع بعضهم. شوفوا خاطر طريقة التقديم نتاعهم ان شاء الله باش نعمل لكم عليها فيديو اخر. شوفوا نجم تخدمها انتي تتفنن فيها كيف ما تحب، تخدمها ببرشا الوان، تخدمها ببرشا اشكال. لهنا شوفوا زدت عليها لي بيرل هذوما، صدقوني حاجه تستحق انك تعمل عليها مجهود. شوفوا لهنا زدت لها لي بيرل هذوكم دوب ما تبدا العجينه مازالت طريه تحطها فيها تلصق. هاويني هذا هو الفيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يكون اعجبكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. كما تشوفوا لهنا عملت برشا اشكال بزوز الوان، يعني كما تشوفوا عملت برشا اشكال، ما اقتصرتش يعني على شكل واحد. هذا هو الفيديو متاعنا لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا منه. واذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش تحطوا لي في التعليقات اللوطه، ما تنسوش اللايك وما تنسوش البارتاج اذا كان تحبوا القناه تقدم اكثر واكثر. وتويكا مبقى كان نقولكم في رعايه الله. باي باي.